عسلامة يا كوكيز. بما انه عيد الحب على ابواب قلت علاش لا ما نعملش معاكم روسيت الريد فيلفت كيك بطريقة سهلة وبسيطة وما تكلفش حتى طرف. حاجة بنينة على الاخر تجي زادة الفطور الصباح من اسهل الجاتو اللي تنجموا تعملوهم. اما قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا جيم وكومنتير وتبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم وتعملوا ابوني على شين يوتيوب وتتابعوني على انستغرام وتيك توك وفيسبوك كوكينج وذ سول انتر بارونتيز وصفات من مطبخي. حبيت نقول فرحانة برشا بأول 10,000 أبوني على التيك توك. على هذا قلت نودكم بالروسيت الريد فيلفت كيك وإن شاء الله يا ربي نقدموا ونوصلوا حتى ل100,000 أبوني على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى الانستغرام والفيسبوك. روسيت الجاتو هذه تجي متاع عشاء رومانسي كي انتو راجلك ولا حاجة وتودوا بالجاتو هذي راي فيها بنة وسهلة على الاخر، وإلا خطيبك زاد علاش لا متبعثلوش جاتو كيما كيا بنة على بنة. أول حاجة باش نبداو بها هي خذينا 3 عظمات. لهنا حبيت نوريكم البن اللي باش نستعمله، يبدا مكتوب عليه حليب مخثر، والا تنجموا تاخذوا 300 مليلتر حليب وتزيدوا شويه خل وتخليوه كي مده 4 ساعة حتى لين يتفاعل الخل مع الحليب. لهنا كما شفتوا ضفت مقدار مغرفتين خل فوق وكيس غير ربع زيت نباتي، والا تنجموا تعملوا زبده. الحقيقه اني لهنا استعملت الزيت وحبذت كي كليت الجاتو كان عملتها بالزبده يكون خير. لهنا كما شفتوا ضفت مقدار كيس وربع سكر عادي ومقدار ساشي سكر فاني وزدت مقدار 300 مليلتر البن كما قلت حليب مخمر. تنجموا تعوضوه بكاس ب 300 مليلتر حليب فوق شويه خل معناها ربع الكاسه كي خل. تخليه هكا لمدة 4 ساعة حتى لين يتفاعل الخل مع الحليب. بيان سور تحركوه بالكدا. لهنا كما شفتوا زدت الكولوران. لهنا عندي كولوران ليكيد، تنجموا تستعملوا كولوران جيل وتحركوا هكايا العظم لمدة 5 دقائق حتى لين يطلع هكايا شوية. محشناش بيه هكايا يطلع برشا، لا جوست شوية وبرا. لهنا كما تشوفوا خذيت مغرفة كبيرة كاكاو. الكاكاو لهنا هو السر اللي باش يعطينا لون احمر مزيان، ما يخليش اللون الاحمر معناه يكون شعشاعي هكايا ولا كيفاش، يعطيه هكايا لون مزيان. وباش نضيف مقدار كيس ونص فارينة وكاين نغربلوهم بالطريقة هذه، ونزيد مقدار ساشي بيكن باودر وساشي بيكن صودا اللي هما خميرة الجاتو والكربوناتو. نزيدوهم هذوما جوست باش يعطيونا العلو متاع الجاتو ويخليوها كيا تجي هشوشة وطرية على الاخر من داخل. لهنا كما شفتوا معناها بعد ما ركضنا السوائل الكل تويكا زدنا النواشف اللي هما الفارينة كما قلتوا الخميرة والكربوناتو والمغرفة متاع الكاكاو اللي تعطينا اللون الاحمر المزيان، ونحركوهم هكايا شوية بالفوي قبل ما نحطوهم يتركضوا جوست معناه باش كي نحطوهم يتركضوا ما يتشش الفارينة على برا. ومن بعد نحطوه يتركض بالربوع على اهدأ سرعة، معناها على سرعة نمرو 1 جوست ما الفارينة تدخل وسط الميلانج متاع العظم. معناها ما نخليوش كي نركضوه بالقوي ولا حاجة، جوست ما الفارينة تدخل في الميلانج متاع العظم والكعابر اللي في وسط الميلانج الكلهم يتحلوا. وبعد ما ركضناه هكايا بالطريقة هذه التكستور اللي باش نتحصلوا عليها متاع الجاتو متاعنا تكون ماهيش جارية برشا ومش عاقدة برشا، ماهيش قريبة برشا للجاتو العادي. لهنا كما تشوفوا خذيت بلاتو دهنتو بالزبدة وفارينة، وباش نصب شطر الكونتيتي متاع الميلانج متاعي. تنجموا تقسموه على 3 كما تنجموا تقسموه على 2. لهنا اني اخترت نقسمه على 2. نجموا توزنوها كي بالميزان وتقسموا الكونتيتي قد ما اني الحقيقه لهنا عيني ميزاني. كما تشوفوا كي بعد ما صبينا شطر الكونتيتي ضربناه كي ضربات على الطاوله ودخلته على فور مسخن قبل على درجه حراره 185 لمده نصف ساعه كامله. وبعد ندخل الكوردون بالطريقة هذه ونشوف كان مازالت تحب معناها تستحق انها تطيب، سينو نخرجها. كما تشوفوا كي الكوردون خرجت شايحة دونك باش نخرجها. بالنسبة للبارتي اللي طلعت اكية بزايد من الفوق بذيك باش نحيوها وباش نستحقوها زادة باش نزينوا بها الجاتو متاعنا من بعد. لهنا كما تشوفوا هذه البارتي 2 متاع الليكيد بعد ما طابت زادة كيف باش حطيتهم هكايا تويكا باش نحيوهم من البلاتو ونزينوا الجاتو متاعنا. الحقيقة
الجاتو هذا شطر عملته في داري وشطر زينته في دار بابا. خاطر هو الحقيقة معناه جاتو متاع انيفرسير اختي الصغيرة، دونك حبيت هزيتها كيكة باش نزينها في دارنا. لهنا كيما تشوفوا الجاتو خليتها تبرد كومبليتمون، بعد ما بردت نجموا نلفوها بالبابي سوليفان، بعد ما تبرد نجيو نقصوها ونزينوها. لهنا بديت نقص في البارتي الفوقانية، حسيت روحي قصيت برشا، دونك عاودت قصيت بارتي صغيرة. لهنا تتسمى كيما غلطة، واني تعرفوني ديما بارتاجي معاكم حتى حاجة غلطة بارتاجيها معاكم باش نتوما تتعلموا واني نتعلم زادة. لهنا كيما تشوفوا نحيت جوست بارتي الفوقانية وخليت الجاتو متاعي كيما هي كيكة. وباش نزيد فوقها تويكا الكريم شانتيه. تنجموا تسقيوها بسيرو والا بالحليب فيه شويه قهوه ولا ما فيه قهوه، ما اني الحقيقه خاطر جاتني طريه معناها هكايا ما نحبش نزيد نبلها، ديني هكايا تتاكل ابا. كيما تشوفوا بالنسبه للزينه حاجه بسيطه على الاخر، جوست كريم شانتيه ركضت لهنا زوز ساشيات كريم شانتيه مع الحليب، وكيما تشوفوا كي الجاتوك فيني حطيته وسط ساشي معناه لفته بالكدا. وتويكا هذه البارتي 2 زاده كيف باش نقص لها البارتي الفوقانيه ونزينها بالكريم شانتيه بالكدا، ومن بعد نهز البارتي الاولى فوق البارتي 2. الحقيقه لهنا خاطر جاتني البارتي هذه مستويه اكثر، على هذا قلت نحط هذه من اللوطه والاخرى من الفوق خير. وكما تشوفوا هكايا جوست ما عملت لها الكريم شانتيه على جناب الكل، ومن بعد حولت البارتي الفوقانيه هذه فوق الاخرى وحطيتهم هكايا زوز فوق بعضهم، وكملت غطيت لجناب الكلها بالكريم شانتيه. وتحاولوا هكايا انه معناه تسكروا لجناب الكل، ما تخليش بارتي فيها ما فيهاش معناه كريم شانتيه ولا حاجه. لان اختي الحقيقه هي اللي قاعده تصور فيه على هذا الفيديو دراكي فيه. بون يعطيها الصحة الحقيقة معناه، أما حبيت كي بارتاجي معاكم الروسيت هذيا، قلت علاش لا نودكم بها. كما تشوفوا كي سهلة على الآخر، وتجي حتى كما قلت فطور صباح حاجة سهلة على الآخر، تنجموا جوست ما تعملوش فيها الكولوران وتجي فطور صباح بنينة على الآخر. كما تشوفوا كي جوست ما قعدت نتبع في الأجناب الكلهم باش نغطيهم بالطريقة هذه، معناه جوست ما نغطي الأجناب الكل بالكريم شانتيه متاعي. والبارتي اللي قصيناها من الجاتو اللي نحيناه كي من الفوق، رحيناها كي جوست شوية باللي نرحيو به الفاكهة والا نرحيو به القهوة كي جوست شوية، ومن بعد باش نرشها فوق الجاتو تعطي زينة غير عادية للجاتو من الفوق. لهنا كما تشوفوا كيف انه معناها مفتفت هكايا وكل، هو اللي زينا به الجاتو متاعنا، معناها باش يوريكم انه الجاتو هذا قمة في البساطة، سهل على الاخر، وحتى الزينة متاعه سهلة على الاخر ومزيانة برشا. هذه هي روسيت الريد فيلفت كملتها معاكم اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم يا ربي، وان شاء الله تجربوها. وما تنساوش كان جربتوها تبعثوا لي على الانستغرام تصاور متاعكم وتقولوا لي رايكم فيها، وتكتبوا لي في لي كومنتير رايكم، وتعملوا ابوني كما قلت لكم على الانستغرام والتيك توك والفيسبوك واليوتيوب كوكينج وذ سول انتر بارونتيز وصفات من مطبخي. وان شاء الله نتلاقاو في روسات اخرى، واستناوني في وصفات كل يوم وصفات جديدة رمضانية بإذن الله. ديما باش نعمل لكم وصفات جديدة بما انه رمضان على ابواب، ديما فما وصفات رمضانية. وتابعوني في الروسات القدم اللي عاملتهم، وفي الانستغرام فما برشا فيديوهات كيف في التيك توك والفيسبوك، برشا فيديوهات وبرشا روساتات بنينة على الاخر. نستنى فيكم انكم تجربوها وتبعثولي، وان شاء الله في روسات اخرى وبسلامة. وكل عام وانتم الحب، وكل عام ان شاء الله يا ربي ديما فما حب، وديما البلاد كلها ناس كل تحب بعضها، واللي نحبوه نودوه بحاجة حلوة. باي باي، بسلامة.